السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وكويسين. النهاردة نعمل فيديو جديد، والنهاردة فيديو ايه؟ النهاردة معانا وراك وجناحات. طبعا الفراخ اللي بجيبها بقطع الصدر اللي بعمله بانيه، وبقطع الوراك على 2، ومعانا طبعا الجناحات بتاعتها، ومعانا الكبد والقوانص والرقبة. كل ده معانا في أكلة النهاردة. الحاجات دي كلها انا بقطع الصدر وبعمله بانيه. ما بناكلوش الصدر مع الفراخ في السلق، عشان ما حدش بياكلها، يقعدوا يقطعوا فيها وينتفوا فيها ويرموها. هنا هنجيب معلقه سمنه كبيره بعد ما غسلتها وشطفتها كويس قوي من الدم وكده، غسلتها غسله كويسه. هنحط بقى الفراخ على النار تتشوح، تاخد بقى الصدمه كده عشان تدينا شوربه حلوه. شايفين الوراك؟ بسم الله ما شاء الله حلوه، مش صغيره قوي، كبيره حلوه، وسط زي ما انتم شايفين. هنزلها كلها على النار تاخد صدمه عشان تطلع لنا شوربه حلوه. انا طبعا بديها صدمه الاول على النار كده بمعلقه سمنه، شوحها كده تشويحه حلوه، عشان خاطر تنزل لنا بقى حبه شوربه حلوين ودسمين كده وطعمهم جميل. ننزل بقى القوانص والجناحات، كل حاجه ما عدا الكبده. هننزل كله ما عدا الكبده، وده القلب. طبعا القلب ده يعمل زي اللحمه عادي، غير الكبده بتعمل زفاره في الشوربه لو حمرتيها على النار. قبل ما نبدا هنصلي على سيدنا محمد، وندوس لايك. لو انت على الفيسبوك تعملي متابعه على قناه طبخه سهله مع شيماء. لو انت على اليوتيوب اعملي مطبخ ام كريم، تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو انا بنزله جديد. هنسمي الله وبسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب تقريبا حلوه بقى كده. نمسك بقى ناخد بقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت، ونقلب بقى كده من فوق لتحت عشان كلها تتشوح في بعضيها، وكلها تاخد وتدي في طعم يبقى حلو كده، تنزل شوربه جميله كده. نقلب بقى ونطلع كل اللي في الارضيه وننزل تحت فوق، ونقلب بقى كده تقريبا حلو. ماشي يوسف؟ وطي. وننزل بقى ميتنا بقى، نملي ميه. عندك ميه سخنه ماشي، ميه من الحنفيه ماشي. فراخ مش تقولك لا، غير اللحمه او غير الكوارع او غير البط، لازم الحاجات دي تحط لها ميه سخنه. لكن الفراخ ميه حنفيه عادي، مش هتقولك لا. صلوا بقى كده بين على النبي كده، نشتغل كده براحه ونخليها تتشوح كده واحده واحده، ونحط لها بقى التوابل بتاعتنا اول ما ننزل الميه عليها. بس نتاكد ان كلها اتشوحت عشان تبقى كلها متظبطه. انا غسلها غسله حلوه، نزلها كل منها كل الدم اللي فيها. شايفين الكبد مع الميه؟ بنزلها دلوقتي. كبد انزلها مع الميه دلوقتي. احط بقى طماطميه وبصلايه وورق لورا، وعندك حبهان حطي، بس محطيش اي توابل بودره خالص في الشوربه دلوقتي. ليه؟ عشان الفراخ لما تنزل الريمه بتاعتها، نزلت بصلايه، هتنزل كل معاك التوابل اللي حطيتيها البودره، ولا فلفل اسمر ولا اي حاجه. نحط بس الحاجات اللي هي الحاجه الصحيحه الكبيره. حطينا طماطم وبصل، وكان عندنا حبهان وعندنا ورق لورا. نحط ورق لورا دلوقتي مع فصين حبهان كده بقى. نسيب الشوربه بقى تاخد تدي مع نفسها، ونرجع بقى ناخد شويه منها بعد ما غليت شويه طبعا، ودلقت على البوتاجاز. مطرح الريمه اللي طلعت من الفراخ، طبعا ريمه مش كتيره عشان خاطر الفراخ انا غسلاها كويس، بس هي ساعات كده بتعاكس وطلع معاكي ريمه حاجات بسيطه. انا بقى هعمل بقى مع الفراخ النهارده، وهنعمل ملوخيه خضراء. ملوخيه خضراء اللي هي الناشفه، ملوخيه ناشفه اهي. شايفين؟ دي ملوخيه ناشفه. هنحطها في الشوربه. انا مش هعمل كميه كبيره، احط في الشوربه نعاير كده بالكوبايه حسب ما تتقلب معايا وتبقى كويسه. نقلب الشوكه كده لو احتاجت تاني. خلي بالك عشان الملوخيه بتتقل، ما ترميش ملوخيه كتير وتتقل منك وفي الاخر تبقى تقيله قوي. تقعدي بقى تزوديها في الشوربه تلاقي معاكي عملتي حله كبيره.
كده حلو قوي معانا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحاجه ايه مظبوطه ومعيارها مظبوط، ولا خايفه قوي ولا تقيله قوي. والملوخيه ما بتغليش كتير، تصفر منك وتبوظ تسقط. يدوبك تاخد بس غلوه كده وهطفي عليها على طول. زي ما انتم شايفين كده انا هطفي عليها، تاخد بس غلوتين، انما الشوربه اصلا كانت بتغلي. تتبقبق بس كده ونقلبها بس ايه بالمعلقه او الشوكه عشان خاطر نتاكد ان هي سمكها حلو. اوريكم بس خضرها جميل ازاي. مش عايزاها تغلي اكتر من كده. هطفي عليها واحط بقى ايه على الرز. صلوا بينا كده بقى على النبي. نحط معلقه سمنه حلوه عشان هنعمل رز بشعريه، ملوخيه وشوربه ورز بشعريه. ماشي. طبعا هدق توم وقشر تومه عشان نحضر طشه الملوخيه، وهنشوفه مع بعض نطشها مع بعض ازاي. نحط بس حبه شعريه كده نحضر الرز. يبقى كده ايه فاضل لي الملوخيه بس. ادي الشعريه بالرز، كيس شعريه. ماشي. نقلب بقى الشعريه تقليبه حلوه عشان لحد ما تتحمر معاكي. بس الستاند عندي كان مكسور، خايفه اقربه على البوتاجاز يقع من الموبايل يتكسر او يجي على النار او يجي يتلسع في اي حاجه. كنت مقلقه ان هو ايه يتخبط مني. ماشي. يا ريت تشجعوني باللايك وما تبخلوش عليا باللايك عشان الريتش واقع اليومين دول جامد جامد جامد، والمشاهدات بقت في الارض خالص. انا معرفش ليه، مع ان الواحد بيشتغل وشايف شغله كويس قوي ومفوتش يعني اسبوع انزل فيديوهين 3. بس الواحد يلا ايه الحمد لله على كل حال، وربنا يكرم الجميع ونعمل اللي علينا والباقي على ربنا. يا عالم في يوم ولحظة تلاقي ايه الدنيا اتقلب حالها. ربنا يكرم الجميع يا رب. نقلب بقى الرز كده تقليبه الشعريه تقليبه كويسه. طبعا هطلع التومه دي هقشرها احطها في ميه اخليها تفك شويه وتطرى عشان ناشفه قوي. احطها في ميه واسيبها شويه تتنقع. بعد كده ايه اخلص الرز واخش بقى ايه على التومه. بس اوعي الرز تسهي عليه وتسيبيه عشان الشعريه ما تتحرقش منك. الشعريه لازم ايدك فيها على طول عشان كلها تاخد لون واحد زي ما انت شايفه كده. ماشي. نقلب 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 تقليبه كويسه. ايه نقلب بقى الشعريه تقليبه كويسه بس مترحيش عليها خالص. ما ينفعش تسيب الشعريه وتمشي عشان في دقيقه بتلون ممكن تتحرق منك في الارضيه بتاعتها. شايفين كده كده خلاص قربت تاخد اللون كله يبقى لون واحد موحد، كلها تبقى ايه لون واحد كده. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حط بقى صوتي معايا لحد هنا، حطي بقى لايك، حطي قلب، اكتبي تعليق حلو كده ايه يليق باختك كده جميله، تعليق جميل كده قصدي يعني. نقلب بقى تقليبه كويسه. اللهم صل على سيدنا محمد. نقلب تقليبه حلوه ندخل بقى ايه الرز مع الشعريه وننشف بقى ايه شويه الرز الميه اللي فيهم، وبعد كده ننزل بقى منها شويه شوربه. انا هعمل رز بشوربه الفراخ. اللي ما بيحبش شوربه الفراخ يعمل ميه من حنفيه عادي او ميه من الكتل، يسخن الكتل ويحط ميه سخنه. لكن انا بحب طعم شوربه الفراخ بالذات، ما بحبش اي شوربه تانية اي طعم تاني. بحب شوربه الفراخ بتدي الرزايه حلاوه كده وطعم جميل، حتى لو تاكلي رز حاف كده مش تشبعي منه. لكن انا ما بحبش شوربه اللحمه، بحس ان هي ايه بتدي الرز زفاره شويه. نحط معيارنا بالظبط. لو انت بتعرفيش تعايري الرز بعينيكي اعملي على كل كوبايه ميه على كوبايه رز، كوبايه ميه وكوبايه رز. فاهمه قصدي؟ يعني كوبايه رز مصري على كوبايه ميه. والشعريه هتظبط معاكي المعيار جدا. هدوق بس ملح الشوربه
جميلة ومظبوطة ومش محتاجة اي اضافة ملح تاني. زي ما انت نغطي بقى عليها ونسيبها شوية عقبال ما اعمل التومة. وبعد كده نبص تاني على الحلة تاني، شوف كده الرز اتشرب خلاص داخل في السوا. نجيب شوكة نقلبه بقى دلوقتي في الشوكة، تقلبي دلوقتي بالشوكة. نقلب بقى الحتة دي بقى بالشوكة كده تقليبة كويس. وادي الفراخ عملتها بفيجيتار وبيض. وطبعا بص الشوربة بهدلت البوتاجاز ازاي. طبعا كده هيتغسل بعد ما اخلص خالص وانضف الدنيا دي كلها. طالما بعمل في الاكل يبقى كله عشان البوتاجاز يبقى سخن، لو جبت عليه ميه هيظبط لنا دماغي. ماشي. معلش بقى منظر بوتاجاز ما يسرش عدو ولا حبيب. انا على طول ايديا في البوتاجاز اساسي عندي لازم انضفه. بس لما بعمل اكل واتكب عليه حاجه مش هينفع احط ايدي عشان خاطر انا على طول بسهى وبنسى وبتلسع، بنسى ان الحمالات سخنه. ماشي. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هننزل بقى الفراخ نحمرها عقبال ما نعمل التومه بتاعه الملوخيه تكون الفراخ اتحمرت معايا. احنا بنحب نغمقها شويه، نقرمشوا الفراخ شويه، ما بنحبهاش نخلوها طريه. ماشي. نحط التومه كده عشان طشه الملوخيه. شايفين الجمال؟ انا بحب بعشق اي حاجه فيها طشه تومه، ملوخيه، باميه، ويكا، اللهم صل على سيدنا محمد، فتة، اي حاجه فيها طشه تومه انا بعشقها بحبها قوي. نقلب تقليبه كويسه، نظبط الدنيا كده واحده واحده. محدش يكتب تعليق على البوتاجاز كده كده هخلص الاكل كله وان شاء الله هظبط الدنيا بعد ما اخلص الاكل، عشان انا بنسى واحط ايدي على الحماله وهي سخنه. كذا مره بتلسع من الموضوع ده بسبب الحماله ان انا بشيل الاكل كله من عليها واقوم ماسكاها بايديا واقوم ايديا محروقه. ناخد بس شويه تومه للشوربه، ننزل بقى بسرعه بقى قبل ما التومه تتحرق بسرعه بسرعه بسرعه. شايفين الملوخيه بتتقل ازاي؟ الملوخيه بتتقل معاكي، خلي بالك تتقل احسن ما تكون صيصه. حطي حبه شوربه صغيرين احسن ما تكون صيصه. نقلب بقى الفراخ بالفيجيتار ونحبه مقرمش شويه، منحبهوش يبقى الفراخ تبقى طريه. نحب طالما عملناها بالفيجيتار والبيض نحبوها تبقى مقرمشه. ماشي. والملوخيه قلتلك لو هي تقيله تقدري تخففيها، لكن لو هي خفيفه هتقعدي تزودي في ملوخيه وتحطي في ملوخيه توجع قلبك اوامته. يبقى ظبطي معيارك مظبوط. وطبعا الفراخ شغاله وانا كده خلصت الملوخيه وخلصت الرز، ويلا بينا نشوف بقى التقديم. كده شايفين الملوخيه الخضراء الناشفه جميله جميله جميله، ريحتها فحفحه في البيت كله. وادي الفراخ حمرناها، وادي الرز بالشعريه الجميل، وطبق الشوربه الحلو بالتومه المحمره. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.